السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل مع بعض بقى ايه الطحينة الخام الجميلة الأصلية بطريقة سهلة وبسيطة وناعمة وبقوام مظبوط. شايفين ما شاء الله ناعمة وعاملة ازاي، والقوام بتاعها حلو خالص. تمام. وكمان برضو هتديني كمية حلوة، كمية مظبوطة، وكمية يعني ما شاء الله محترمة بالمقادير وبالموازين بتاعتنا. هنوزن مع بعض وهنشوف هي طلعت لنا قد ايه. والكيلو دلوقتي كلنا عارفين ان الطحينة الكيلو عدى ال100 جنيه. فهنشوف مع بعض. معايا سمسم اللي كان متوفر عندي، سمسم احمر. تمام. عايزة تعملي سمسم احمر وابيض الاتنين على بعض براحتك، عايزة تعمله بابيض بس براحتك، ده شغال وده شغال. تمام. معايا قد ايه؟ معايا ربع كيلو سمسم، ومعايا 80 جرام سوداني. عايزة تحطي سوداني حطي، مش عايزة ممكن تستغني عنه خالص، هو اصلا مش اساسي في الوصفة. تمام. احنا بس ايه بنعلي من القيمة ايه بتاعت الطحين. هنوزن مع بعض كده. معايا ربع كيلو. تمام. سمسم منقياه وما شاء الله يعني ايه حلو، مش فيه ولا زلط ولا رملة ولا حاجة. ومعايا 80 جرام سوداني. برضو يعني ب5 جنيه سوداني، هتاكلي شوية وتخلي ال80 جرام. تمام. تمام. هنحطهم كده في طاسة وابدأ ايه احطهم على النار. هطلع الرطوبة منهم، مش هحمصه تحميص، لا يعني ان هو يدفى معاكي او يسخن معاكي شوية. تمام. قلبيه كده يا دوبك ان انت تستحملي ان انت تحطي ايدك عليه يبقى سخن معاكي، وخلاص على كده. تمام. اهم حاجه بقى تحطي لي اللايك والاشتراك، وتشوفوا بقى هنبدا نوفر ونعمل حاجات نوفر بيها في البيت. تمام. يعني دلوقتي ممكن ب25 جنيه تعملي اكتر من نص كيلو طحينه. خلاص. ما شاء الله. ولو كمان عايزه تضاعفي الكميه دي ممكن تعملي تزودي كمان حاجه تضاعف معاكي الكميه دي. خلاص. بدأت كده في المطحنة أطحن السوداني والسمسم الاتنين مع بعض. عايزة تعملي السوداني لوحده والسمسم لوحده زي ما انت عايزة، ده يرجع لك يعني. يعني هنعمل حاجة كده ما شاء الله ايه بمكونات بسيطة هتعملي طحينة اللي هي بتاعة المصانع بالظبط. تمام. ومجرباها الطريقة دي بقالي كتير وانا بعملها ما شاء الله حلوة. وبعدين كل ما بتقعد الطحينة كمان بتتقل معاكي، يعني انت عملتها النهاردة بكرة هتبدأي تلاقيها ايه بقت اتقل من النهاردة. تمام. فما شاء الله يعني حاجة كده حاجة نظيفة وحاجة في البيت وحاجة انت عارفاها معمولة ازاي. وفي نفس الوقت احنا قلنا لازم نوفر ونبدأ نعمل ايه نعمل نوفر في اقتصاد البيت. تمام. ونوفر في الامكانيات بتاعة البيت. وكم مرة قبل كده قلنا لو الظروف صعبة عليكي ولا يهمنا هنتعلم نوفر مع بعض. تمام. ما شاء الله. فرمنا السوداني والسمسم. هبدأ بقى ايه اهم حاجة برضو الزيت يكون معاكي زيت نظيف. هحط في الخلاط، حط نص الكوباية. وهفرم الاول الزيت كده عشان اخلي الزيت يفتح معايا كده برضو. وفي نفس الوقت دور الخلاط يتغرق الزيت كده من الجدران بتاعته عشان لما احط الطحينة آه، احط السمسم يعني ما يلزقش في اطراف الدورة في الحرف بتاعة الدور. تمام. هبدأ انزل بالكمية كلها كده وهنشوف مع بعض. طبعا عشان السوداني والسمسم الكمية تحس الخلاط مش ماشي يعني ايه تقيل، فبتبدأي تزودي حبة بحبة زيت. خلاص. وكل ما بتفرمي السمسم طحينة كويس في درق الخلاط وتخليها تاخد راحتها في الفرمان. عن تجربة يعني. مش تستعجلي عليها اول ما تشوفيها لفت معاكي كده تروحي فاصله، لا سيبيها تاخد راحتها في الخلاط. شغلي الخلاط عليها وسيبها تاخد راحتها معاكي في الخلاط. تمام. هتلاقيها نعمت معاكي خالص ومش هتفصل منك. انما استعجلتي عليها وشلتي على طول لا هتفصل منك، هتلاقي سمسم بقى تحت والزيت فوق. تمام. كده بالطريقة دي هتلاقيها ما شاء الله معاكي مش هتفصل منك. وفي نفس الوقت اللي لقيتي الخلاط بدأ يمشي معاكي ابدأي بقى نزلي حبة الزيت اللي باقية خرخور كده اللي هو ايه زي الخيط كده. تمام.
زي ما هو واضح كده. كل ما بتسيبيها بتنعم معاكي احسن، بالراحة كده تنزليه نقطة نقطة كده. تمام، شايفين زي ما انا عاملة كده ايه؟ بتسيبها ايوه يعني زي الخيط. خلاص، شايفين وهي بقت ما شاء الله ناعمة وحلوة معايا ازاي؟ ما شاء الله. بالطريقة دي تأكدي 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 ان هي مش هتفصل منك خالص، وهتفضل معاكي سنة بحالها. عايزة تحطيها في التلاجة حطيها. حطينا سنة ذرة ملح صغيرة عشان ايه الطعم بس. تمام. ما شاء الله بقى، شفتوا القوام؟ هتشوفوا القوام ما شاء الله حاجة حلوة خالص. والكمية برضو كمية حلوة، شايفين؟ طبعا عشان اللون غامق شوية، عشان دي معمولة من السمسم الأحمر، مش حطيت عليها سمسم أبيض. عايزة تعملي سمسم أبيض ومتوفر عندك سمسم أبيض اعملي. متوفر عندك زي عندي كده السمسم الأحمر مزروع في الأرض عندنا وإيه وعاملة منه. تمام. ما خسرتش غير السوداني وشوية الزيت، أنا بتكلم في العموم يعني. ده اللي عندي. فانت برضو لو انت عندك إذا سمسم ابيض ممكن تحطي سمسم ابيض وسمسم احمر وزيت وبس. عايزه بقى تضاعفي الكميه هتحطي دقيق، تدي تحميصه كده لكوبايه دقيق على النار في الطاسه. وبعد بقى ايه كده تنزلي بيها برضو على المكونات بتاعتنا في الخلاط، بس هتزودي بقى شويه الزيت. تمام، هتلاقي الكميه معاكي ما شاء الله تبارك الله بقت اضعاف اضعاف. وهي كده هتلاقيها ايه ما شاء الله، كل ما بتقعد كل ما هتتقل معاكي. حاجة كده حلوة ما شاء الله يعني. انا عشان السمسم كان متواجد عندي خسرت شوية الزيت والكوباية الزيت و5 جنيه سوداني. ممكن كمان ما كنتش استخدم السوداني، بس السوداني بيديها طعم احلى كمان. بتاعت المصانع سمسم وزيت بس. الاقتصادية ان انت تحطي لها كوباية الدقيق تحمصيها كده معاكي على في الطاسة، وتروحي بقى ايه حطها على المكونات بتاعتنا على السمسم والزيت، بس هتزيد معاكي في شوية الزيت. كده الفيديو بتاعنا ايه خلص. حطوا لنا اللايك والاشتراك وفعلوا لنا الجرس يوصلكوا كل فيديو بنعمله.